نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. ميلانكوفيتش سافيتش لا يسأل على أي جانب. 3-2 انطلاقة جديدة، حاولت الوصول مرة ثانية، الوصول لسه صراع كبير في الصبة البرازيلية. مجموعة صعبة، مجموعة اللي أمامنا 3-2 تعادل وحدود الفوز. كم لاعب داخل منطقة الجزاء، والقرار على طول هنا في مرمى ميلانكوفيتش سافيتش. يعني عندها فرصة التعادل تأهلها بالنتيجة الحالية. يعني ملعوبة الكرة، معمولة جملة حلوة قوي، لكن في الدقيقة 44 شوط أول خلص 2، ثم سجل ماورو فيلياني، سجل في الهندوراس هاتريك في 2014 في كأس العالم 2011، سجل برضه في مرمى 2016. ودي فرحة كبيرة جدا ما بين مرات ياكين وهاكان ياكين. الآن في المباراة كان وضعها باقتدار، ثم سجل مبولو التعادل. بص كرة فارجاس، شوف بقى هنا الراجل المتحرك، شوف هنا اللاعب المنتخب الصربي. ادي امامنا هنا التدخل وفي فاول، تبديلين منذ ان سجل لاول مرة في تصفيات 2012 كان في مرمى المنتخب. امامنا لوكا يوفيتش المهاجم اللي بيشارك في هذه اللحظات، ودي فرصة ممكن ياتي من خلالها التعادل. دي تمريرة المرة دي، ادي على طول تحرك يا ولد، بتتحرك حلو قوي أكانجي. كرة خروج رقم 18 ودخول رقم الصربي في هذه اللحظات. دراماتيكية في هذه البطولة. الصربي اللي فاز بكأس عالم عرضية، ممكن الرابع مش ممكن في تركيا هدفين، وإسبانيا هدف كان في 2020. حسمت الأمور في حال استمرار تقدم المنتخب السويسري حتى الآن 3-2. على طول كرة ملعوبة، ممكن يأتي هدف تعادل. المباراة هل هتبقى على صربيا؟ استلام، شوف بقى الرقابة الدفاعية أمامنا. يوفيتش لم حضراتكم بيلعب مباراته الدولية الرابعة النهارده. ميلانكوفيتش صار 2015 ومع منتخب سويسرا، المنتخب اللي فاز بكاس عالم. يا عين دراماتيكيه موجوده، المباريات اللي فيها تقلبات وفيها جنون موجود. ملعوبه جبريل سو، مباراه مفتوحه، مباراه يعني فيها مساحات وفيها الرغبه على شاكيري. بص المهاره العاليه، شاكيري يعملها حلوه قوي اماميه، كوره في اتجاه ماركس بيدمر، تحركات ممتازه الحقيقه من جانب المنتخب. كوبل حارس المرمى 24 سنه كوبل، الراجل يعني بيحاول اكيد، لكن المباراه لم تنتهي بعد. 3-2 وفرصه من اللاعب كوستيتش وعلى مرتين. شوف دخول اللاعب طبعا نيمينيا جواديلي امامنا اللاعب سويسرا، لكن في كاس العالم كل شيء ممكن. الدراما موجوده، المباريات في الفوز موجوده. شاكيري سيلفان ميدمر الى شاكيري.